لو انت طالب ميدل بي وركز جدا في الفيديو دوت، لانك عارف انك في مشكله بتقابلك في الفاكتورايزيشن، وده درس موجود في الالجبرا ويعتبر اول درس موجود عندك. طيب بص يا سيدي، هفهمك حاجه بسيطه قوي وركز فيها واديها لاصحابك لانها فعلا محتاجه تركيز عالي جدا. بص يا معلم، بص يا سيدي، انا عارف ان الفاكتورايزيشن تقيل بس همشي واحده واحده في الحته اللي انا هقول لك عليها. بص يا سيدي، لو انا عندي اكس بار 2 وسواء هنا كان بلس او ماينس بي اكس، وقلت لك ماينس السي على اعتبار ان السي ده اكبر من الزيرو يعني بوزيتيف، لو انت ركزت هتفهم. بص يا سيدي، ساعتها بسال نفسي لو كان اخره ماينس كام في كام؟ بسال لو هو اخره ماينس كام في كام يدينا سي، والديفرنس ما بينهم يدينا البي. اوكي؟ طيب هنعمل تو براكت، هنقول اكس واكس، وساعتها واحد بالماينس وواحد بالبلس، الكبير ياخد اللي في النص. زي ايه؟ يعني مثلا يجي لك سؤال كده يقول لك اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 8، هل ينفع كام في كام يدينا 8 والديفرنس 1؟ مفيش، لكن غصب عني لازم احطها تبقى ماينس كام؟ ماينس 6 عشان اقول ايه؟ كام في كام يدينا 6 والديفرنس 1. ساعتها تنفع. لو سالت كام في كام يدينا 6 والديفرنس يدينا 1، فساعتها هيكون عباره عن اكس واكس، وهيبقى عباره عن كام وكام؟ 3 و2، والكبير ياخد الساين بتاعت اللي في النص والتاني ياخد عكسه. وبالتالي اي مساله هتقابلك، اي مساله اخرها ماينس، يبقى بتعمل ديفرنس وديفرنت. ديفرنس يعني ايه؟ يعني عايز كام في كام يدينا مثلا 6 وديفرنس 1، كام في كام يدينا مثلا لو كان اخرها 8 يبقى لازم يكون الديفرنس 2 يا اما الديفرنس 7 اند سو اون. طب الكلام اللي انا بقوله ده فايدته ايه؟ تعالى اوريك يا معلم. المساله اللي جات لك في الامتحان واللي هتجي لك في الامتحانات اللي جايه بيجي لك بالمنظر ده، عشان في واحد بعتها لي قال لي يا مستر دي جات لي في الامتحان وما عرفتش احلها. واضح ان هم بيعملوا موك صغير كده او كويز صغيره كل اسبوع. بص يا سيدي، فهنا لو عندك الكي دي، الكي دي يا جماعه سواء كان زي ما انت شايف كده، انت عندك الكي هنا اوريدي بوزيتيف، وبالتالي ما دام الكي بوزيتيف فانت بتسال نفسك كام في كام يدينا الكي، كام في كام يدينا كي، والديفرنس ما بينهم يدينا اللي في النص which is 1. ايه اللي يدينا 1؟ كام في كام يدينا كي والديفرنس ما بينهم 1. ركز معايا كده. اول واحده ممكن تنفع 3 تايمز 4 هيبقى 12 وديفرنس 1. ال 30 5 تايمز 6 هيبقى 30، التايمز بتاعهم يديك 30 والديفرنس ما بينهم 1. نفس الكلام هيبقى 2 تايمز 3 هيبقى 6 والديفرنس 1. تيجي تجلم في ال8 هيبقى 1 تايمز 8 هيدينا 8 ولكن الديفرنس 7، او تقول 2 تايمز ال4 ولكن الديفرنس ما بينهم هيبقى 2. مفيش حاجه ثانيه. وبالتالي لازم تركز ساعتها ان الانسر في الكيس دي هتبقى ايكوفالنت تو كام؟ هتبقى ايكوفالنت تو دي. يبقى دايما تبقى عارف هو هنا بيقول لك الكي نوت ايكوفالنت تو كام. الكي ممكن تجي لك اي رقم الديفرنس 1، يعني ممكن تعمل 2 تايمز 1 ب 2، ممكن الكي تبقى ب 2، ممكن 3 تايمز 2 ب 6، ممكن الكي تبقى ب 6، ممكن 4 تايمز 5 ب 20، ممكن الكي تبقى ب 20، ممكن 7 تايمز 8 56، الديفرنس هيبقى 1 برضه. وبالتالي في جميع الاحوال الكي دي ممكن تكون اي فاليو ما عدا ال 8. ليه؟ لان الكي دي لازم احاول عشان اجيبها لازم التايمز بتاعنا يدينا كي ولكن الديفرنس يدينا 1. ف 8 تايمز 1 يدينا 8 بس الديفرنس 7. طب 2 تايمز 4 تايمز يدينا 8، الديفرنس بينهم كام؟ يدينا 2. ركز قوي في النوع ده من المسائل، وده من ضمن المسائل اللي كتير جدا من الطلبه بداوا يبعتوها لي على الواتساب. ولو عايز اي مسائل ثانيه ابعت لي على الواتساب وانا ان شاء الله هرد عليك دايركتلي، يا اما في فيديو يا اما ابعتها لك دايركتلي واقول لك الفيديو ريكورد بتاعها اهو قدامك. ان شاء الله مزيدا من الفيديوهات ومستني مشاركتكم بشكل كبير جدا، وان شاء الله بالتوفيق لكل اولادنا وبناتنا. معاك من اول بيدل 1 لغايه سينيور 2، ولو عندك مساله في سينيور 3 برضه هشرحها لك مفيش مشكله، سواء كان عربي او لغات مفيش مشكله. اشوفك دايما على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.